السلام عليكم في الجزء الثاني من عروض زواج جزائري بالمئة. ونبدأ بسم الله. العرض الرابع هو الأخت بسمة من معسكر، مطلقة، عمرها 30 سنة، وتبحث عن إنسان يخاف الله ويكون حتى عامل يومي لا يهم. العرض الخامس الأخت حنان من ولاية سعيدة، مطلقة، عمرها 25 عام، بدون أولاد، وتبحث عن عريس يخاف الله لا يهم إذا كان أرمل أو مطلق. العرض السادس هو أمين من ولاية الجلفة، المهنة حلاق، الطول 1.68 m، الوزن 60، العمر 25 سنة، أسمر اللون، يحوس على إنسانة متفهمة وعاقلة وحنينة وطيبة وتحسن العون، وهو إنسان بسيط عنده سكن، يبحث عن فتاة متواضعة. العرض السابع الآن هو للأخت سميرة، العمر 47 سنة، تعمل موظفة، تبحث عن شخص شهم يخاف الله ويكون طيب وحنون. العرض الثامن هو محسن من ولاية سطيف، 37 سنة، يعمل مقاول بناء، يبحث عن بنت عزباء وجامعية، بنت فاميليا من سطيف أو بلاد القبائل، عمرها حتى 28 سنة، وتكون إنسانة مرحة وبشوشة وزهوانية كما نقولوا. والآن نترككم مع هذا العرض للشيخ شمس الدين، ونواصل. انتظرونا في الفيديو القادم بعدها لتعلموا مزيد من عروض الزواج الجزائري. والآن نترككم. هذه سرقة، وأريد أن أذهب إلى الحج لأغسل عظامي، فهل يجوز لي ذلك؟ لا يجوز لك. المال تاع الزكاة اللي هو يعطيك راجلك استأمنك باش تعطيه للفقراء والمساكين والمحتاجين، وهو في باله راكي تمدي في الأمانة، انتيا سرقتي. الفعل تاع كذا يسموه سرقة، انتي سراقة، وبالك يخدعوك هذو صحاب ما فيها والو، وإن الله غفور رحيم، والله غير تتعرقي من كرعيك. سرقتي أموال الزكاة يا ويلك. سأقول: تزوج رجل من أختي وهو بحق رجل طيب في قمة الأخلاق والوسامة، وبسبب تعنت أختي وارتكابها لمجموعة من الحماقات طلقها، ويريد اليوم أن يتزوجني. على بها كنت تقول لي الوسامة وقمة الأخلاق وحبة الديه وقيل من البديهة قاعد. ويريد اليوم أن يتزوجني، فهل يجوز لي أن أتزوجه بعد أن طلق أختي؟ وبماذا تنصحني؟ إذا كان أختك ارتكبت مجموعة من الحماقات وبسبب هذه الحماقات طلقها رجلها، انت راح ترتكبي أكبر الحماقات لما توافقي على هذا الرجل. من باب الجواز يجوز، من باب الجواز يجوز، ولكن كل حاجة يجوز نديروها. يعني كي تسنى غير نقول لك يجوز تقولي له ايه. كاين اشياء تجوز ولكنها لا تفعل، لا تفعل. حاولوا تفهم. حبسوا كلش، حبس. اسمع، العورة تاع الرجل شنو هي؟ من الصرة الى الركبة، هذه عورة الرجل. يعني لو كان راجل يخرج للشارع لابس من الصرة للركبة
الشريعة ما تحاسبوش، يجوز أوساط العوان تاعو. هيا جاوبوني. مدير تاع بنكة يقدر يخرج هكذا من دار صورك بايح يخدم بحجة يجوز، يجوز ماهوش في الحرام الآن.